كلنا للوطن للعلا للعلم. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم بنص حي مباشرة من ملعب امين عبد النور بالحمدون. المباراة اللي حتجمع اليوم فريقي او منتخبي لبنان وسوريا على ملعب امين عبد النور بالحمدون ضمن ختام المنافسات او ختام المباريات الودية والمعسكر الودي اللي اجراه المنتخبين خلال الايام الماضيه. منتخب سوريا اللي كان معسكر بمنطقه الحمدون خلف الملعب، اما منتخب لبنان اللي معسكر بجونية ايضا. طبعا اعزائي المشاهدين، المنتخبين اليوم عم يختتموا معسكرهم قبل العودة إلى الدوري، دوري الفئات العمرية. على كل الأحوال أعزائي المشاهدين، لحظات وحتنطلق المواجهة بين المنتخبين. لبنان اليوم باللون الأحمر، أما منتخب سوريا باللون الأبيض. سريعا حاعطيكم كشف الفريقين. منتخب لبنان على حراسة المرمى أحمد صعب، واللاعبون ألكسندر كترواني، رضوان بزة، وديع بواريدي، علي كاور، محمد حمدان، سيريل عبود، جورج تامر، محمد فقيه، جاك نصيف، محمد فواز ومحمد فواز. أما منتخب سوريا على حراسة المرمى محمد كرم، واللاعبون حمزة ديوب، خضر السلوم، نور الدين أحمد، ماهر سوركي، بشار الحريري، عبد الرحمن السراج، محمد نور، سامي الدرويش، يوسف شحيبر، أحمد الحافي، بلال الموصلي واحمد الحافي. فاذا هذه تشكيله منتخب اللوجستيه والتنظيميه. الكره اماميه برأيي للمنتخبين. المنتخبين عندهم تصفيات كاس اسيا بشهر 10 أو 9 على ما اعتقد. اماميه ترجع من جديد لمصلحه المنتخب اللبناني بوسط ملعب، مقطوعه المنتخب السوري حاليا. انطلاقه كمان مقطوعه من وديع بيحولها لعند احمد صعب. عم نشوف اللاعب رقم 17 صفوف المنتخب السوري عم بيحاول التعادل السلبي، ما زال مسيطر على اجواء المواجهه. الكره بوسط الملعب لصالح المنتخب السوري اللي عم يحاول يطلق الهجمه. صعب تمريرة أمامية كمان مقطوعة. المنتخب السوري عم بتخلص مجددا. الكرة للأمام مقطوعة، بترجع الكرة مرتدة سريعة لصالح المنتخب السوري. هيدي الكرة فيها محاولة للرن، ولكن اللاعب علي كاور كرة ملعوبة، وهيدي محاولة أكروباتية ولكن تتخلص. ترجع من جديد، كرة ملعوبة للأمام، تتخلص. وجاك لاعب نادي الصفا اللبناني، اللاعب يلي توج مع فريق الصفا بالعديد من الألقاب على صعيد منتخب لبنان. عبر عليه كعور بالهجوم، الكرة مقطوعة، بترجع لوديع، منه لأحمد صعب. الحارس بالمباراة الماضية كان أندري عزوري، اليوم أحمد صعب. وطبعا بكل تأكيد نتمنى السلامة والصحة والعودة السريعة والتعافي للحارس راشد بيطار يلي تعرض الكرة ملعوبة للأمام، مقطوعة من وديع.
البواريدي ترجع على الجهة الثانية، هيدي خطيرة لصالح المنتخب السوري. تسديدة، هدف أول لمصلحة المنتخب السوري. عم بيسجلوا اللاعب رقم 11 سامي الدرويش بطريقة طبعا جميلة ومن مسافة بعيدة. 1-0 لصالح منتخب سوريا عبر سامي الدرويش. نشوف الكرة بالإعادة بهذه اللحظات. محاولة لبنانية من أجل العودة إلى أجواء اللقاء بعد هيدا الهدف السوري. كرة عند ألكسندر كسرواني منتخب سوريا. عبد الرحمن تمرير للأمام كمان صالح. كعور مقطوعة أيضا لمصلحة فريق المنتخب السوري حاليا. كمان ألكسندر لعند الصعب يلي بيحولها الاتحاد اللبناني لكرة القدم على منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب. أهلا وسهلا فيكم ببث حي ومباشر. الشوط الثاني اللي عم ينطلق بين منتخبي لبنان وسوريا. الكرة سورية، هيدي خطيرة لمصلحة المنتخب السوري. محاولة عرضية بتتخلص ترجع للخلف. الكرة مع عبد ملعوبة أمامية، محاولة وتسديدة، ولكن حارس المرمى أحمد صعب يلي طبعا بيخلص ببراعة مرمى باللقطة الماضية. على الجهة الثانية محاولة كمان بتتخلص ترجع من جديد لمصلحة المنتخب. الكرة مع صعب 1-1 النتيجة بين لبنان وسوريا. الكرة لصالح المنتخب. العرضية على الجهة الثانية مقطوعة بتتخلص. محمد سعد منه لعلي الهادي. سيريل عبود. التمريرة عند سعد. كرة على الجهة الثانية، محاولة كمان تتخلص ترجع من جديد لمصلحة المنتخب السوري، ولكن أحمد صعب عم يخرج بالتايمينج المناسب. علي الهادي بيقطعها بتصل عند الفواز. راح الفواز حولها على الجهة الثانية، عم بيحاول يوصل الكرة للفقيه. كرة من جديد لصالح منتخب سوريا. كمان محاولات للمنتخب السوري، ملعوبة عرضية واحمد صعب عم بيخلص بالدقيقة 69. 1-1 النتيجة بين لبنان وسوريا. الكرة لصالح المنتخب السوري، ملعوبة بهاي اللحظات ترجع من جديد على عرضية ورأسية، ولكن تتخلص وبتروح من جديد لصالح منتخب سوريا. التمريرات القصيرة وتسديدة سهلة بين يدي